شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل درسنا في كتاب الداء والدواء لمن؟ للإمام ابن القيم، وهو أيضا بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي رحمه الله، الذين قد سار هذا الكتاب بين أيديهم وميسرا لهم. ارفعوا أيديكم. طيب، بارك الله فيكم. بقي كثير من ليس معهم هذا الكتاب، يسر الله لهم بذلك جد. أما قريب أحب أن يكون كل طالب عنده هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، لبيان الجنس، وهناك لبيان الاستغراق. التعبير بين الاستغراق يعني يكون أدق، ولكن قال هذا ابن القيم باعتبار الخلاف، فهو من هذا الباب. قال: فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية الأخرى. الآية الأخرى قال الله في كتابه الكريم: من رفع يده: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهنا بين ربنا جل شأنه أن القرآن شفاء لما في الصدور، والمراد بما في الصدور النفوس والعقول والهواء والقلوب والأرواح، فهو شفاء لهذه الأشياء. وشفاء هذه الأشياء ليس بيد أحد إلا بيد الله، ولا يتأتى شفاء هذه الأشياء إلا بالقرآن الكريم، وهكذا صنوه وهي السنة المطهرة. لا يوجد الشفاء لهذه في غير القرآن الكريم. فمن أراد الشفاء التام من هذه الأمراض التي في القلوب والعقول والأرواح والنفوس، فإنه يجد الشفاء التام في كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، وهكذا يضاف إلى ذلك الشبهات والشهوات المردية. فإن جميع أمراض القلوب والعقول والنفوس والأرواح تعود إلى مرضين اثنين: إلى مرض الشبهات وإلى مرض الشهوات المردية. قال رحمه الله: فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. هذه الجملة المباركة لو حفظت لكان خيرا، لو حفظت لكان خيرا. فلم ينزل الله من السماء أي إلى الأرض شفاء قط أعم، هناك أشفية أوجدها الله في من أوجدها فيها من مخلوقاته، لكن ليس هنالك كمثل القرآن. قال أعم هذا واحد، وأنفع هذا الثاني. فهناك أشياء فيها شيء من الشفاء، وهي سبب لحصول العافية إلى آخره، لكن ليست في المقام ولا في المنزلة التي في القرآن الكريم. قال: ولا أعظم أي أكبر. قال: ولا أنجع أسرع. قال: ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن الكريم. وقد قال رحمه الله في كتابه زاد المعاد: قال: والقرآن هو الشفاء التام من الأمراض القلبية ومن الأمراض البدنية ومن الأمراض الدنيوية
ومن الأمراض الأخروية. فهنيئا لمن فهم القرآن هكذا. فالقرآن شفاء، من أسمائه الشفاء، وإن كان الشفاء يحصل بأمر الله، لأن الشفاء بيد الله. فالقرآن شفاء، لكن الذي يعطي الشفاء ويتفضل به إنه الله الواحد الأحد. فمن جاء بأسباب الشفاء، ومن ذلك جاء بالقرآن الكريم، بتلاوته، بتدبره، بالثقة بما في القرآن الكريم وما دعا إليه وما دل عليه، كان هذا سببا عظيما في قبول الله لما جاء به العبد ولحصوله العافية من الله الواحد الأحد. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، أي الصحابة أولا طلبوا ممن نزلوا عليهم أن يضيفوهم. والمسافر خصوصا من كان في أماكن ينقطع فيها وجود المطاعم والمشارب فله أن يطلب من الناس أن يضيفوه. قال: فلدغ سيد ذلك الحي. قال: فسعوا له بكل شيء، أي لمعالجته، لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو آتيتم هؤلاء الرهط، يعني أصحاب الرسول. قال: الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. قال: فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، يعني لدغه من ذوات السموم. قالوا: إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، هل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، أي أجرة على ذلك. قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، أي ما به وجع من تلك اللدغة، شفاه الله عز وجل. قال: وما به قلبة، فأوفوهم جعلهم، أي أعطوهم ذلك الذي صالحهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي عليه الصلاة والسلام فنذكر له الذي كان، فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك، أي يخاطب أبا سعيد الراقي، وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم فاقتسموا واضربوا لي معكم سهما. لا إله إلا الله. يعني الشاهد أن قراءة الفاتحة على هذا الملدوغ انتفع ذلك الملدوغ انتفاعا عظيما، مع أنه كافر لا يتأثر بالقرآن ولا يتعظ بالقرآن، لكن أجر الله هذا الخير من باب أجر الله هذا الخير على يد أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، من باب أن الله عز وجل يسر لهم بما يحتاجون إليه مما يحتاج إليه في سفرهم من الزاد رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث ليس فيه حجة لمن يجعلون القرآن مصدر رزق يتأكلون به، كالذين يقرؤون القرآن على الأموات، والذين يقرؤون القرآن على المصابين بالسحر والمس والعين، يقرؤونه بأموال. فإن الرسول الذي قال هذا الذي قال والصحابة هؤلاء لم يجعلوه سندا لهم وذريعة لهم إلى هذا أبدا، لأن هذه حادثة عين ليست يعني مما يجعل تشريعا عاما ولا قاعدة عامة، بل القاعدة العامة ما جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. وهكذا أيضا قد جاء من حديث جابر وغيره: اقرأوا القرآن واسألوا الله به،
فإنه سيأتي أقوام يقرؤون القرآن ويسألون به الناس. فنقول يا طالب العلم أعاذك الله أن تجعل القرآن مصدرا يعني الأطماع الدنيوية، وأن تجعل القرآن يباع ويشترى، فتدخل بقوله يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فالقرآن أنزل لهداية العباد، للتذكير، أنزل للتدبر، أنزل للتعليم والتفقيه، ولم يكن من أجل التوصل به إلى الأموال والمتاجرة به، وجعل القرآن ذريعة إلى التوصل إلى أموال الناس. قوله هنا وما يدريك أنها رقية قد جاء عند أحمد وغيره أن أبا سعيد قال إن شيئا ألقي في روعي. أبو سعيد ما كان يعلم أن الفاتحة مما يرقى بها، فألهمه الله ذلك، فقام بالرقية بها، فحصل هذا النفع. فهذا يدلنا على عظمة الفاتحة. وقد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله ابن جابر ألا أخبرك بسورة من القرآن الكريم فيها الشفاء من كل داء؟ قال بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب. وكيف لا تكون كذلك وقد جمعت الكتب المنزلة من عند الله، وجمع القرآن كله في الفاتحة. فهنيئا لمن فقه القرآن الكريم على الوجه الصحيح وعلى الوجه الأكمل. قال هنا وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم فاقتسموا لي واضربوا لي معكم سهما. قال ابن القيم رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، يعني الإقبال على قراءة القرآن. وهذا لا شك أن قراءة القرآن إنما ينتفع بها من ينتفع بها بضوابط الشريعة، بالضوابط، بالتدبر، بالتفكر، بالتأمل، وبالعمل، وبالثقة بما دعا إليه القرآن إلى آخره. قال رحمه الله ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قول ولو أحسن، لأن ليس الأمر مقصورا على قراءة الفاتحة، فالمسلمون كلهم يقرؤون الفاتحة، لكن يبقى من يحسن فهمها ويعني يضع كلام الله في الموضع الذي أراد الله عز وجل. قال ابن القيم ومكثت مدة تعتريني أدواء، أي أمراض، تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء. هذا قال مكثت بمكة. قال فكنت أعالج نفسي بالفاتحة، يعني يقرأ ويمسح على الجسد أو على العضو الذي فيه الألم، قال بالفاتحة، فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. هذا مما يعني نستفيده من هذا الكلام الطيب في القرآن مع طلاب العلم الذين هم ما شاء الله حفظت قرآن. المطلوب أن يكون عندنا التعظيم للقرآن والإجلال للقرآن، وكذلك الثقة بما دعا القرآن إليه وبما دل القرآن عليه، الثقة بأن ذلك سيكون كما أخبر الله وكما حكم الله. قد أخبر أن كلامه شفاء، أن كلامه القرآن شفاء، إذن فهو شفاء. نقوم بذلك حسب ما يتيسر ونسلم الأمر لله الواحد الأحد جل شأنه. قد صح عن عبد الملك بن عمير أنه قال الفاتحة شفاء من كل داء.
الفاتحة شفاء من كل داء. وهذا من قول عبد الملك بن عمير رحمه الله تعالى. هذا في القرآن أن الله قد أخبر في كتابه أن كتابه شفاء، والسنة المطهرة قد جاءت بشيء من هذه الأخبار. فقد جاء من حديث ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل، عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. فما أحسن هذا أن الشخص يتفقه في هذا ويعرف ماذا عنده من خير وماذا عنده من أنواع الخير والبركة، ولله الحمد والمنة. لكن آسف أن نرى من بعض طلبة العلم أنه جعل القرآن ليتصيد به أموال الناس، يذهب يقرأ له على المرضى من أجل أن يكون قد استحوذ واستولى على أموال كثيرة باسم قراءة القرآن. القرآن يقرأ على الممسوسين والمسحورين وعلى المعيونين، لكن لله ومن أجل الله وتعاونا مع عباد الله. أما فتح باب الأطماع فهذه إهانة. هؤلاء يهينون القرآن من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويجعلون القرآن لمجرد الأطماع والشهوات التي عندهم، فما جعلوه لما جعله الله، أنه كتاب هدى وشفاء للأرواح والقلوب إلى آخره. على كل كما ثبت في القرآن الكريم شفاء للقلوب والعقول والنفوس والأرواح، هذا مما خص به القرآن. وأما شفاء الأبدان بقراءة القرآن فهذا أمر يشترك مع القرآن غيره. وكلما كان القارئ للقرآن أعظم ثقة بالله وعملا بكلام الله، كان تداويه بالقرآن ربما أنفع له من الأدوية الأخرى، فيحرص على هذا الأمر. وهنا كلام لابن الجوزي رحمه الله سأقرأه عليكم، أعجبني. قال ابن الجوزي رحمه الله: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد وهو القلب، والقلب فيه مرض العقول ومرض النفوس ومرض الأهواء، لأن القلب وعاء لهذه الأشياء. قال: تلاوة القرآن تعمل في أمراض الفؤاد ما يعمله العسل في علل الأجساد. فكما ترى أن معالجة علل الأجساد بالعسل لذلك نفع عظيم، فالقرآن هكذا وأعظم من هذا. قال: ولكن هنا أمر، قال ابن القيم: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شابية، ولكن تستدعي قبول المحل القلب. يعني الشخص يكون عنده تقبل لكلام الله، تأثر، اتعاظ، انزجار بالقرآن. قال: ولكن تستدعي قبول المحل. وهذا كما سمعتم والأصل صحيح أن هذا الذي رقى عليه أبو سعيد كافر، ما هو متأثر بالقرآن ولا شيء، لكن لا يعني هذا أن من كان قلبه فاسدا أنه سينتفع بالقرآن. فهذه كرامة لأبي سعيد الخدري ومن معه حصلت لهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وقوة همة الفاعل ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل القارئ الذي يقرأ القرآن. قال: لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، يعني مانع جعله الله عز وجل، مانع يمنع من ذلك. قال رحمه الله: كما يكون ذلك في الأدوية
والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، أي طبيعة البدن، أن البدن ما تناسب معه هذا الدواء فما قبله. قال وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول. وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، لكان الراقي يرقي لله وفي الله رحمة وشفقة بعباد الله عز وجل، يريد الخير للمريض، يريد إزالة الداء، يستعين بالله في إزالة الداء، يرجو الله، يدعو الله أن يزيل الداء من هذا المريض، فهنا يحصل التأثير ويحصل الخير والبركة ما لم يحصل هذا من قبل من يرقي على الناس وليس عنده هذا. ولهذا أقول الذين يقرؤون القرآن على الممسوسين والمسحور المعيونين وهمهم الأطماع المادية، فمن سيبقى عند هذا همة عالية وعزيمة قوية وصلة بالله تنفعه وتنفع هذا المريض المسكين؟ والقضية صارت يعني قضية تطلع إلى الأموال، بل بعض القراء من هذا الصنف يتمنى أن المريض ما شفي، يتمنى أن المريض ما شفي من أجل أن يستلم حق كل جلسة ومن أجل أن تطول الجلسات. فهذا الصنف لا يرتجى من قراءته خير ولا بركة، لا يرتجى من قراءته، لا يرتجى من قراءته خير ولا بركة. فلهذا أنصح لطلاب العلم أن يترفعوا عن هذا يعني العمل بهذه الصورة. فنحن ندعو من يريد أن يرقي الناس أن يتفقه في الرقى الشرعية وأن يتبع الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل جاءوا بمعالجة أمراض الناس وإزالة الشياطين عنهم بكل ما يستطيعون، فالسعي في إزالة الشياطين عن الناس وطردهم عن الناس مطلوب بالضوابط الشرعية وبالثقة بالله والتوكل عليه. سأقرأ هذا الكلام وهذه القصة عن طلحة بن مصرف، هذه أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن. عن طلحة بن مصرف قال كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. قال فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، أي يرى عليك يعني خفة المرض وتحسن الحال. قال إنه قرئ عندي القرآن. وكذلك أيضا هنا عن صالح المري قال أصاب أهلي ريح الفالج فقرأت عليها القرآن. قال ففاقت فحدثت به غالب القطان فقال وما تعجب من ذلك؟ والله لو أنك حدثتني أن ميتا قرئ عليه القرآن فحي ما كان ذلك عندي عجبا. أخرجه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح. يعني أن الثقة بأن الله جعل كتابه وكلامه شفاء هذه من الأمور المهمة العظيمة، أن الله جعل كلامه وجعل كتابه القرآن شفاء. الثقة والتسليم بهذا من الأمور المهمة، مع التسليم أن العافية بيد الله. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين قال كان إذا اشتد علي الأمر قرأت آيات السكينة. قال فيذهب الله ما بي، آيات السكينة المعروفة في التوبة وفي سورة الفتح. وهكذا ذكر أن شيخ الإسلام أنه ذات مرة مرض فآذته الشياطين وهو في مرضه، فكان ابن تيمية يأمر من عنده يقرأ آيات السكينة فقرأت عليه فشفاه الله وصرف الله عنه الشياطين. القرآن يا رجال لا ينبغي أن نغفل
عما فيه من أنواع البركة العظيمة لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. لا ينبغي أن نجهل هذا، لا ينبغي أن نكون سائبين كأننا ما تفقهنا ولا فهمنا. احمد ربك أن جعلك تتعلم القرآن، وأن جعلك تحفظ القرآن، وأن جعلك تقرأ وتتعلم تفسير القرآن إلى غير ذلك. ادعو الله أن ينفعك بالقرآن في دينك ودنياك وأخراك. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب. الآن انتهى ابن القيم رحمه الله من الكلام فيما يتعلق بالتداوي بالقرآن، فيما يتعلق بالتداوي بالقرآن الكريم، وانتقل إلى التداوي بماذا؟ إلى التداوي بالأدعية، إلى التداوي بالأدعية. قال رحمه الله تعالى: ولكن قد يتخلف عنه أثره. قال: وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره. قال: إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب، يعني ضعف الثقة بالله والتوكل على الله والتفويض والتسليم لله والرغبة فيما عند الله إلى آخره. قال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله أو جمعيته عليه. جمعيته عن الإقبال، يعني ضعف الإقبال على الله، أو جمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون منزلة القوس بمنزلة القوس الرخم جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. الغفلة والشهوة، نعم، في بنسخة شهوة، وهنا عندنا السهو اللهو، هنا اللهو صح. المهم هذه كما سمعتم موانع، هذه موانع. إذا لم تنتفع بالقرآن فارجع إلى نفسك. قرأت القرآن، بقيت لنفسك بالقرآن، ما وجدت فائدة، ارجع إلى نفسك. العيب موجود فينا، الخلل فينا، التقصير عندنا. هذه أحوال المطلوب أننا نعالجها ما استطعنا، ولا نستسلم لضعفنا وأخطائنا. أو من باب أولى أنه لا يحصل عند الشخص شكك في القرآن، ما انتفعت بالقرآن فيبعد عن غير القرآن، لا، ولكن يقول الشخص يعني ما وفقت أو ما هديت أو عندي ضعف إلى آخره مما هو يعني من الأمور الحاصلة فينا. قال رحمه الله تعالى كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. هذا الحديث من جهة سند فيه ضعف، لكن من جهة معنى صحيح، من جهة معنى صحيح. قال: فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. القلب إذا انشغل بالأطماع، الشهوات والملذات، أمور الدنيا، وصار متعثرا، صار نوره يعني ومعرفته وإقباله على الله ضعيفا ضئيلا إلى آخره، فهذه آفات أمراض. قال رحمه الله: وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، يعني لوجود هذه الموانع. قال: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام،
الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. الحمد لله، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم. لا زلنا بحاجة للعلم، وإن كنا قد قرأنا كتبا هنا وهنا، لكن لا نزال نفتقر إلى أن نتعلم وإلى أن نواصل في التعلم. فالذي يظن أنه قد شبع من العلم فهذا ما عرف العلم ولا ذاق حلاوة العلم إلى آخره. 27 من شهر صفر لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. www.sh-imam.com